اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة التاروت واسراره. يلا بينا النهاردة كده نشوف حبيبنا الغايب عننا، المتباعد اللي زعلان، اللي فيه خصام بينا كده على طول. بيفكر فيك ازاي؟ يعني انت ايه في عقله؟ يعني بيقول عليك ايه لما بتيجي في دماغه اول ما يعني، او شايفك ازاي الفترة الحالية؟ يعني هو انت بالنسبة له في عقله ايه صورتك؟ ايه شكلك؟ أم عايزين نمسك عقله كده. لما بيفكر فيك بيشوفك ازاي؟ تعالى يعني خلينا نطرح السؤال ده النهارده كده مع بعض. معانا 3 مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة. يلا بينا نشوف كل مجموعة. اختاروا المجموعات قدامكم اهي. كل مجموعة عايزين نشوف حبيبك لما بتيجي في دماغه بيفتكرك ازاي أو بيقول عنك ايه. يلا بينا كده نشوف يعني ايه، نشوف ايه يعني تفكيره. نشوف كده كل مجموعة بيقول عنك ايه. يلا بينا، بسم الله. المجموعة الأولى لما بتيجي في عقله بيقول إيه؟ آم، كان في مشاكل بينكم. هو بيحبك جدا 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 جدا. بس كان في مشاكل كتيرة بينكم، وكان في صراعات بينكم. لما انت بتفتكر، ما هو بيفتكر المشاكل على طول. خلينا برضو صراحة يعني كده. بيحن لك، احنا مش هننكر ولا هو بيحن لك. احنا اساس سؤالنا لما بيفتكرك بإيه؟ بيفتكرك بالمشاكل. خليني صريحة، مش عايزة ألون الكلام. بيفتكرك بالمشاكل، بيفتكر الصراعات اللي بتبقى بينكم على طول. بيفتكر اسلوبك معاه، بيفتكر ان انتوا بينكم على طول ما في العلاقه مش هاديه. هو على طول بيفتكر كده. يعني انت لما بتيجي في دماغه علاقتك معاه مش هاديه، بالرغم ان انت فيك كل الحاجات الحلوه. انت بالنسبه له حد جميل قوي، حد شيك قوي، حد نضيف قوي، حد ملكش مثيل. بس عيبك بالنسبه له ان اول ما تيجي في دماغه بيفتكر على طول المشاكل بينكم. فده اللي بيقفله، بيخليه تعبان، بيخليه مرهق، بيخليه يتعب من التفكير. هو نفسه وذكرياتك معاه على فكره جناه، على فكره بيفتكر، ما بيفتكر ذكرياتك معاه بطريقه جنونيه. يعني في ذكريات بينكم برضو ما اقدرش انكرها. كارت الذكريات بيفتكر ذكريات بينكم جميله، وانتوا فعلا بينكم ذكريات وحنين كبير، وهو مش عايز يخسر ده. وبيفتكر بينكم اللحظات الحلوه، اللحظات اللي كان فيها تجمع اسري، او خروجكم مع بعض، او وجودكم مع بعض ايا كان. هو بيفتكر برضو كل الحاجات دي. بس ما ننكرش ان هو اوريدي اول حاجه بيفتكرها الصراعات والمشاكل، بس بعد كده بيحن ويهدى وبيفتكر كل حاجه كانت جميله بينكم. يعني ذكرياتك معاه جناه شويه وكتير، على فكره كتير قوي. يعني ذكرياتك معاه كتير جدا، وده مخليه تعبان من الذكريات وكل ما يفتكر، لانه كمان ندمان عليك عشان عارف ان انت حد جميل جدا، حد ما ينفعش يخسره. لان انت بالنسبه له ملك، يعني انت بالنسبه له حاجه واو. يعني ما زعلان ان هو خسرها، زعلان ان هو بعيد عنها. بس للاسف المشاكل بتاعتكم بتبقى اوفر شويه، لان انتوا شكلكم كده لما بتقوموا على بعض بتكسروا الدنيا، يعني كانكم بتدغدغوا الدنيا. ده واضح يعني. بس ذكرياتك بتغلب يعني، وحنينه ليك بيغلب قوي. خليني برضو ايه صريحه وموضحه لك برضو كل القرايه. القرايه الاولى بيفتكرك بالصراع والمشاكل، بس بيحن لك. دي القرايه الاولى. ولو حابب برضو تعرف عنه اكتر من كده اتواصل معايا، وانا برضو اوضح لك طاقته اكتر من كده. دي القرايه الاولى لما حبيبك بيفتكرك ازاي. القرايه الثانيه، بيختاروا القرايه الثانيه. حبيبك لما بيفتكرك ازاي؟ انت بالنسبه له هو ندمان، مش عارفه في ايه النهار، في ايه مالكم؟ ندمان ان انتوا بعيده عن بعض، ونفسه يتواصل معاك، ونفسه يتكلم معاك، ونفسه يجيلك بسرعه. هو بيحبك قوي، وهو برضو حاسس ان هو بيعمل حاجه كده وانت ولا انت هنا. هو يعني هو بيشتغل على العلاقه، ونفسه يرجع، ونفسه يتكلم معاك ويتواصل معاك، وانت ولا انت هنا. هو حاسس بكده، يعني ان هو ممكن يعمل حاجه وانت ما تسمعلهوش. انت بالنسبه له حبيبه الابدي، حبيب النص التاني على فكره. انت النص التاني بتاعه، يعني اللي بتكملوا بعض انتوا الاثنين. النص التاني برج ميزان، يعني انتوا الاثنين ما بتقدروش تستغنوا عن بعض. هو حياته من غيرك وحياته بعيد عنك مقسومه. بصوا الكارت حزين ازاي. الفرحه مش كامله. الفرحه مش كامله. هو بالنسبه لك لما بيفتكر ان حياته انت ناقص يعني، ناقصها انت. هو زعلان جدا ان انت مش موجود معاه في الحياه، فده مزعله قوي ان انت بعيد عنه. فدوت مخليه حزين ومخليه زعلان قوي.
دي القرايه التانيه. حزين جدا برضو في البعد عنك. اما بيفتكر ان انت ازاي تبعد كده يعني. وكان نفسه يبقى في تواصل معاك اكتر من كده، وباذن الله على فكره في تواصل بينكم ان شاء الله في المجموعه الثانيه برضو. المجموعه الثالثه اول ما بيفتكرك هو وحيد، حاسس يعني هو ندمان كده، قافل على نفسه الباب، حاسس بوحده، انت مش موجود في الحياه معاه، متعلق في حبك قوي. نفسه برضو يجي لك بهديه حلوه، نفسه يتواصل معاك. يعني كل الحاجات دي انت لما بتيجي في دماغه بيفتكرك بيها. وانا برضو بديك خلفيات كده بسرعه عن حياته. هو وحيد جدا، قافل حياته على نفسه كده، مكتئب، ما بيحاولش يتواصل مع ناس، بيميل للوحده في الفتره الحاليه كتير، بس بيفكر فيك كتير، متعلق في حبك، مش عايز يبعد عنك يعني. بالرغم ان هو ونفسه يرجع يتواصل معاك. يعني انت لما تيجي في تفكيره ان هو بيحبك وعايز يتواصل معاك، يعني إيه الحاجتين. انت جيت في دماغه اوريدي، خلاص انا حاسس بحبك او حبك موجود، ويفكر فيك على طول على فكره يعني. بيفكر فيك ليل ونهار، كارت التفكير موجود قدامي، بيفكر فيك قوي. نفسه يتواصل معاك، اول ما بتيجي في دماغه كده على باله بيبقى عايز يتكلم معاك ويتواصل معاك. حاسس بالوحده، حاسس ان الدنيا فاضيه من غيرك، مش ملهاش لازمه يعني. حاسس بالملل، كئيب في المرحله الحاليه، مش حلو يعني. فحاولوا تبقوا احسن من كده مع بعض، الدنيا كلها مش مستاهله. ربنا يا رب يفرح قلوبكم. ولو حبيتوا قرايه خاصه تواصلوا معايا، وانا برضه هوفر لك طاقته اكتر من كده. واشوفكم على خير وفي قرايات اخرى.